عايزاكي كده بقى تعملي سيف للوصفه وتعملي اكسبلور وشير كتير، علشان النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه الدايبه دوب كده بمكونات سهله وبطريقه سهله. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه كده هجيب معلقتين من الجوز الهند وهحطهم في المقلايه علشان هديهم تحميصه، يعني لون ذهبي كده بسيط. تمام. بعد كده بقى هجهز الشربات. جبت كوبايه ونص من السكر وحطيت عليهم كوبايتين من الميه. هحط عليهم رشه من الفانيليا وبعد كده هقلبهم كويس وهرفعهم على النار، هديهم غلوتين وهطفي عليها. تمام. وبعد كده هحط عليها معلقه من السمنه البلدي، وكده الشربات بتاعنا هيبقى جاهز. هنبدا اللي احنا نجهز البسبوسه. جبت نص كيلو من السميد ما عليهوش اي اضافات، حطيت عليهم معلقتين الجوز الهند اللي انا كنت عملتهم دلوقتي معاكم. تمام. بعد كده هقلبهم مع بعض وهسيبهم. وتعالوا بقى نحضر بوله تانية هنحط فيها المكونات بتاعتنا. هجيب معلقتين من العسل النحل، هو المفروض عسل جلوكوز بس انا حطيت عسل نحل. تمام. بعد كده حطيت 3/4 كوبايه من اللبن ونص كوبايه من السمنه. لحد كده مقاديرنا سهله. بعد كده اخر حاجه هنحطها وهي كوبايه السكر. تمام. هنبدا بقى اللي احنا ندوب الخليط ده كله كده في بعضه. قلبي كويس جدا جدا جدا، وما تنسوش بقى وانتوا بتقلبوا كده تعملوا لي لايك واكسبلور كتير. تمام. واللي مش متابعني يدوس متابعه. بعد كده بقى هنزل بالخليط اللي احنا عملناه ده على السميد بتاع البسبوسه وهقلبه بصوابعي، يعني مش هعجن فيها كتير، انا بس بقلبه بصوابعي علشان ادخل السوائل فيها. تمام. لو لقيتيها لسه ناشفه شويه بس منك هحط لها سنه صغيره من اللبن. ده القوام بتاعها اللي احنا عايزينه. هنفرده بقى في الصينيه هكون دهناها بالسمنه. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اخبطه كده على الرخامة كويس جدا علشان تتساوى في الصينية حلو. وبعد كده ايدي تكون مبلولة وهعمل الوش بتاعها. ايوه هسوي كده الوش بسيط خالص بيها. هنا طبعا هدخلها الفرن يكون سخن من قبلها، وبعد كده ههدي عليها النار، يعني هخليها وسط، ما هياش عاليه وما هياش واطيه. وبعد كده هنا طلعت طبعا الشربات بتاعنا سخن، هحطه على البسبوسه على طول. هي هتاخد كميه الشربات اللي انا عاملاها كلها، هتبدا انها تشرب الشربات حاجه حاجه. هغطي عليها ممكن ونعينها تاني في فرن البوتاجاز بعد طبعا ما نكون طافينه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. المفروض يا جماعه عشان تقطعوا البسبوسه وتاكلوها تبقى على الاقل لو عاملينها النهارده بالليل يبقى تاني يوم الصبح مثلا تقطعوها وتاكلوها، عشان تتقطع كده وتطلع كل قطعه كده زي ما انتم شايفينها. انا كمان هنا استعجلت عليها، قعدتها ساعتين بس وقطعتها على طول. لو كان بقى كده في كمان حته قشطه كده تتحط عليها كانت يمي يمي. هنا بقى دي تاني يوم بوريها لكم كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي من تحت ومن فوق، جامده اخر حاجه. اهم حاجه كده تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا للحته دي من الفيديو يبقى تصلوا على النبي وتتابعوني منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.